فيديو النهاردة للناس اللي متابعاني بقالها شوية أو الناس اللي فاهمة شويتين مثلا، تعالى نقول في النيوتريشن أو في التمرين أو في الأكل. فأسألكوا سؤال قبل ما أبدأ وقولوا لي الإجابات تحت من غير ما تغش وتشوف الحلقة وتعرف الإجابة. هل أكتر حاجة هتفرق معاك وأنت بتعمل دايت أو بتبني عضلات وعايز تشوف نتيجة، يعني توتال أو إجمالي الكالوريز بتاعتك، ولا الماكروز اللي هي البروتين والفات والكارب، فبتاكل بروتين قد ايه ونشويات اكتر ولا دهون اقل ولا كل الكلام ده، ولا المواعيد ان انت تاكل بالليل ولا تاكل الصبح ولا تاكل امتى؟ ايه في الحاجات دي تبقى اكتر حاجة هتفرق معاك؟ اتفضل، هستناك، انزل اكتب لي تحت في الكومنتات. الحقيقة هي ان اكتر حاجة هتفرق معاك هو الكالوريز. وتعالى اشرح لك ليه دلوقتي واقول لك ايه الفرق ما بين التلاتة وايه اهمية التلاتة، علشان التلاتة مهمين بس بتفاوت. فهيبقى في حاجة مهمة جدا، في حاجة مهمة، في حاجة قشطة، يعني ما يعملها مش هتخسر، او يعني كده، يعني فاهم قصدي ايه؟ تعالى نبدأ. طبعا اهم حاجة هتبقى الكالوريز، وطول ما انت ظابط الكالوريز بتاعتك طول ما الباقي الى حد ما مش هيفرق. الى حد ما كالوريز من الاخر، كل حاجة تاكلها فيها كالوريز. يعني هم العلماء قعدوا مع بعض قعدة عرب كده وقال لك بص، كل حاجة هناكلها يبقى فيها كالوريز وهنسميها كالوريز. طيب، فدي اول حاجة. تاني حاجة انت محتاج تعرفها ان انت كإنسان عندك كالوريز جسمك بيحتاجها في اليوم علشان اعضائك وحياتك تمشي، سواء قلبك يدق بقى، الجهاز الهضمي، تقوم تنزل الشغل، تتحرك، تضحك، تهزر، تاكل، يعني انسان يعني. فمحتاج كالوريز اللي هي عامله زي البنزين بتاعتك. انت بقى لو لعبت في الكالوريز دي شوية هتتخن وهتخس. كلت اقل من احتياجات جسمك هتخس، كلت اكتر من احتياجات جسمك، جسمك هياخد الزيادة ده ويخزنه للمستقبل كدهون. هي دي الفكرة. عشان جسمك ما عندوش فكرة ان انت على طول هتديله الاكل اللي هو محتاجه، هو على طول حاسس ان انت يا مش هتديله يا هتديله زيادة. فالزيادة بيحوشهم، ولما تيجي تديله اقل من احتياجاته هو بيقوم شايل من الزيادة اللي هو محوشهم، اللي هو دايما بيحوشهم في شكل دهون. فعشان كده انت لو عايز تخس كل كالوريز قليلة، هو يسحب من مخزون الكالوريز الزيادة اللي هو محوشها من زمان ايام ما كنت بتاكل كتير. دي الفكرة باختصار شديد جدا. انت عايز تخس طول ما الكالوريز بتاعتك اقل من اللي جسمك محتاجه، فهنسمي الحركة دي انك تاكل اقل من اللي جسمك محتاجه ديفيسيت. اتفقنا؟ فطول ما انت في ديفيسيت انت جسمك هيخس. ده شيء مش هنتكلم فيه، ده يعني يعتبر قانون كده اسمه law of thermodynamics. ده يعني عامل كده زي الجاذبية، اللي هو قانون موجود في عالم الفيزياء، احنا مش هنقعد نتجادل فيه كتير، هو موجود. انت كده بقيت فاهم ان انت لو مش من شباب الجيم وان انت عايز تخس وخلاص، عايز مقاسك يصغر في الهدوم، عايز ميزان ينزل، ده هدفك، كل اقل بغض النظر عن اي حاجة تانية في الدنيا هتخس. بس هنا بقى هيجي الشباب بتاعت الجيم هتيجي تقول لك انا مش عايز اخس، يعني انا مش هدفي في الحياة ان انا اخس وخلاص، انا عايز اخس دهون، انا عايز احافظ على عضلاتي واخس دهون. وده يدخلنا بقى على فكرة الماكروز او اللي هو البروتين والكارب والفات. الاكل كله متقسم للتلاتة دول، يعني متقسم يا بروتين يا كارب يا فات. والبروتين والكارب والفات دول بيساووا كالوريز برضو. البروتين والكارب الجرام الواحد منهم ب4 كالوري، الفات الجرام الواحد ب9 كالوري. ده من باب العلم يعني بالشيء. فواضح ان الفاتس او الدهون كالوريز فيها تقريبا الضعف بتاعت البروتين والكارب، فعشان كده الناس دايما بتقولك الدهون بتتخن. يعني ده مش حقيقي، هو زي ما انت شفت في الاول هي الموضوع له علاقة بالكالوريز. ظبطت الكالوريز كل حاجة تانية براحتك. يعني بسرعة كده ايه اهمية التلاتة؟ البروتين احنا عارفين ايه البروتين، اللي هو الفراخ والبيض والسمك والجبن والألبان وكل الحاجات الحلوة دي بروتينات. وبالمناسبة السعيدة البقوليات والمكسرات والنوتس والحاجات دي فيها بروتين نباتي مش كامل زي البروتين الحيواني، فيفضل تاكل بروتين حيواني. بس ده مش معناته ان انت لو انسان نباتي او لو انت بتحب تاكل الحاجات دي انك ما تستفادش منها، لا، استفاد من البروتينات اللي فيها، بس ما يبقاش ده المصدر الوحيد 100% من بروتيناتك. فالبروتين ده زي ما احنا عارفين مفيد جدا لحاجات زي البناء والاستشفاء العضلي، ده مينلي لبتوع الجيم. بالنسبة للناس التانية انت ستيل محتاج بروتين، بس مش محتاج الكميات او الارقام اللي الشباب بتاعت الجيم بتحتاجها، علشان هي بتوظف كتير من البروتين ده للعضلات. انما انت كشاب مش بتاع جيم، اغلب البروتين ده بيروح لاجهزه وانظمه جسمك العاديه اللي فيها برضه استشفاء. خلي بالك، يعني انت بتحتاج البروتين عشان جسمك يعمل حاجات تانية. تاني حاجه الكارب او النشويات. النشويات والكارب دي غالبا كل حاجه طعمها حلو انت بتحبها، من اول حاجات زي الفاكهه والعسل والسكر، الحاجات الحلوه دي، الى
الرز والمكرونه والعيش واي حاجه حلوه، اي حاجه طعمها حلو غالبا هتبقى نشويات. النشويات مهمه في ايه؟ النشويات مهمه عشان النشويات بالبلدي كده ده البنزين بتاع جسمك. يعني انت لو كلت لجسمك دهون وكارب، نشويات يعني، وبروتين، جسمك هيفضل ان هو يستعمل الكارب كبنزين كطاقه. هو هياخد دي ويقلبها لطاقه عشان يعيش ويتصرف وتتحرك. ده مش معناته ان انت لو ما اكلتش كارب او ما اكلتش نشويات ان هو مش هيجيب طاقه من الدهون الموجوده في الاكل او الدهون اللي في مخزون جسمك، او البروتينات ممكن برضو يقلبها طاقه، او ممكن يكسر العضلات اللي في جسمك ويقلبها لطاقه. القصه دي او البروسيس ده اصعب على جسمك شويه، فهو اسهل له بكتير ان انت تاكل له كارب وهو يكسر الكارب ويعيش. الحاجه التانية للناس اللي هم اعداء الكارب، الناس هم بتوع الكيتو بالذات، يعني كان موجه ليكوا معلومه كده على الماشي. تعرف ان مخك اللي هو تقريبا اهم عضو في جسمك، بنزين او الحاجه اللي هو مينلي بيعيش ويتغذى عليها هو السكر، اللي هو اصلا نشويات. نفكس لده وندخل على الحاجه اللي بعدها واللي هو دهون، اللي هي الفاتس. طيب الفاتس والدهون دي موجودة برضو في أكل كتير، بديهيا موجودة في حاجات زي الزيوت، السمنة، الزبدة، كل الحاجات دي موجودة برضو في حاجات زي النتس والمكسرات، في عين الجمل، اللوز، الحاجات دي برضو. وموجودة في حاجات بتبقى ميكس ما بين حاجتين، كاربو فات او بروتين وفات. عشان انت يعني في الاكل بقى الطبيعي بتاع خلقة ربنا نادرا ما هتلاقي حاجة مصنفة واحدة من التلاتة بس، بتبقى ميكس ما بين الحاجة. يعني مثلا البيض بروتين بس هو فات برضه في نفس الوقت، عشان الصفار مليان فات ومليان الفات الكويس، مليان الدهون اللي كويسة اللي انت محتاجها في جسمك. ليه بتحتاج الدهون في جسمك؟ عشان جسمك بياخد الدهون دي وبيفرز بيها هرمونات كتير جدا وحاجات كتيرة جدا، وبشرة وشعر وضوافر وكل حاجة ونوم بقى. وانت كشاب بتاع جيم انا عارف كل ده بالنسبة لك شكليات. مينلي بيفرز بيه هرمون التستوستيرون، فدهون تستوستيرون. بس حاجة اقولها، دهون هيلثي، يعني ما تاكلش فراخ مقلية وتقول لي اصل ده بروتين وفاتس فانا شاب هيلثي. مش عايزين نستعبط، لا، انا قصدي تاكل مثلا حاجة زي بيض، تاكل حاجة مثلا زي مكسرات، اللحمة برضو دهون فيها عالية، بروتين فيها عالي. افوكادو، فاكهة، كارب تاني، مفهوش بروتين، هو كارب، هو فاكهة بس فاتس فيه عالية، هيلثي فاتس كويسة. السمك برضو فيه فاتس كويسة جدا. فانت دلوقتي الماكروز دي بما ان انت عرفت ان كلهم مهمين وكل واحدة ليها وظيفة وكل واحدة ليها دور، نرجع بقى للقصة الأصلية. انت عايز تخس بس عايز تحافظ على عضلاتك. فواحد، انت هتحتاج بروتينات عشان تحافظ على العضلات، عشان هي دي اللي بتبنيها، فبالتالي هي دي اللي هتحافظ عليها. اتنين، محتاج دهون برضو بكميات معينة علشان هي دي اللي هتفرز الهرمونات اللي هتساعد جسمك ان هو يحافظ على عضلاته ويساعدك في عمليات الاستشفاء، وان انت اصلا تبقى انسان المود بتاعك لطيف وبتتحرك وكده. فدي حاجة انت هتحتاجها. وتلاتة، هتحتاج الكارب او النشويات علشان هيبقى هو ده البنزين اللي انت هتنزل تتحرك وتتمرن وتلعب بيه كارديو. هي الفكرة كلها بس ان انت توظف الكميات دي جوه الكالوريز بتاعتك. فمثلا انت لو عرفت ان انت عايز تخس، فاكتشفت انك هتخس على 2000 كالوري، واتفقنا ان احنا البروتين والكارب ب4 كالوري والجرام الفات ب9 كالوري، وظف بقى ان انت تاكل كمية بروتين كفاية وفات وكارب جوه ال2000 بتوعك. كل ما توظفهم صح كل ما هتظبط الدنيا اكتر. طبعا هيجي حد يقول لي طب ما في ناس بتاكل كيتو فما بياكلوش كارب، عايشين على الدهون والبروتينات. هقول لك عشان يعني من الواضح ان انت الدهون اهم من الكارب. يعني احنا خلاص هنتكلم بروتين مهم فسيبه على جنب عشان العضلات وكده وملوش بديل في حتة العضلات. بس عندنا حاجات زي مثلا الدهون والكارب. انا قلت لك ان الكارب بنزين، بس قلت لك برضو جسمك ممكن يستعمل الدهون على انها بنزين، او ممكن يستعمل بروتين على انه بنزين. بس انت كده نوعا ما يعني بتخليه يلف لفة بعيدة، بتعسفه سنة. هو جسمك عنده قدرة هايلة على الادابتابيليتي او التعود، فهو هيوصل لمرحلة ان هو هيتعود ان مفيش كارب، مفيش نشويات، فانا هتصرف بالدهون. وده اللي بتوع الكيتو بيعملوه. بس يعني مش احسن حاجة ان انت تقطع نوع كامل من الاكل علشان انت عايز تخس. هو انت بس بتبدي نوع عن نوع. يعني انت حسيت ان الدهون اهم عشان الهرمونات وعشان المود وعشان حاجات كتير، وهي برضو تنفع مصدر طاقة، فيلا انا هاكل دهون وبروتين. انا غير كده ما عنديش حاجة يعني ضد بتوع الكيتو. انا جربت الكيتو قبل كده زمان، مش بتاعي يعني، مش حاجة انا هعملها، مش حاجة انا بحبها. اللي مرتاح وبيشوف عليها نتيجة طبعا اتفضل جو هيد. انا بس عايز ادي اكزامبل ان انت ممكن تسقط حاجة منهم وتشوف نتيجة، بس ما تنساش برضو ان هم لا يزالوا كلهم مهمين بطريقة او باخرى. فبالتالي الماكروز مهمة، مهمة، بس طبعا نرجع للنقطة الاولانية واللي هي
مش اهم من الكالوريز. اخر حاجه بقى هنتكلم عليها واللي هي الميل تايمينج او المواعيد. فهياتي هنا السؤال، هل مواعيد الاكل هتفرق؟ يعني انا لو كلت بالليل هتخن، او لو كلت الصبح، او مش عارف ايه، او تعال نتكلم في الموضوع ده، ومن هنا نقتل كام اسطوره من اساطير اللي احنا بنسمعها طول حياتنا، زي مثلا الفطار اهم وجبه، او ما تاكلش بعد الساعه 7، او ما تاكلش بالليل، او اول حاجه مش هيفرق انت كلت امتى في اليوم لو اجمالي الكالوريز بتاعك في الاخر مظبوط. فعشان كده هي كل حاجه تبدا من الكالوريز. فانت الكالوريز بتاعتك لو مظبوطه كل حاجه تحتها تندرج، مش هتفرق. فان شاء الله تاكل يا باشا ال 2000 كالوري بتوعك في طقه. كلت 2000 في اليوم، هو جسمك بالنسبه له دول 2000، هو هيحرقهم. طبعا لو كلت 2000 كالوري ودبيتها ودخلت نمت، ممكن تصحى تاني يوم تقيل وتعبان، بس مثلا في اخر الاسبوع انت هتخس زي ما اكلت ال 2000 الصبح، زي ما اكلت ال 2000 بعد الظهر، هم 2000 في الاخر. يعني هو جسمك بيفكر في الموضوع كده. فناتي هنا مثلا الناس بتقول لك الفطار لازم تفطر، هترد عليهم تقول لهم ما في ناس بتعمل صيام متقطع وما بتفطرش والدنيا ماشيه معاهم كويس. بيقول لك انا بخس عشان ما باكلش بالليل، برضه نرد عليهم بالناس بتوع الصيام المتقطع، هتلاقيهم ما بياكلوش الصبح وبياكلوا بالليل، او بتاكل وبتنام وعادي. وفي ناس برضو بتاكل وبتنام وبتخس. فاذا اصبح زي ما انا شرحت لك، هي الفكره كلها ان انت تاكل الكالوريز الصح، والمواعيد مش هتفرق. الحاجه الوحيده اللي فيها شويه مواعيد ممكن تفرق اللي هم بيسموها الانابوليك ويندو بتاع ما بعد التمرين. ان بيقول لك دايما خلصت تمرين اشرب بروتين وكل كارب بسرعه، بسرعه جدا، العضله هتروح منك والتمرينه ملهاش لازمه. الحقيقه ان ده كان برو ساينس. بعدين مؤخرا طلع ريسيرش تاني بيقول لك هو مش مهم، بس هو ستيل مهم. يعني انت يستحسن ان انت بعد التمرين اب تو يعني الى 3 ساعات تكون دخلت وجبه فيها بروتين وشويه كارب في 3 ساعات. ده مش معناته ان انت لو كلت يعني نص ساعة أو ساعة بعد التمرين ده هيفرق في حاجة، لأ، هما 3 ساعات فكل فيهم اللي يعني دخل فيهم وجبة. ده برضو مش معناته إن أنت لو في ال3 ساعات ما دخلتش وجبة مش هتشوف نتيجة، لا عادي هتشوف نتيجة ومش هيحصل حاجة يعني. فمش لازم بره ولا معزوم ولا خارج وبتاع وتقعد تمسك لهم الستوب واتش وتتخانق مع الويتر أو تتخانق مع حد في البيت تقول لهم فين البروتين بتاعي، 3 ساعات خلصت. مش الدرجات دي يعني، فاهم؟ انت برضو جسمك مش عامل زي الكمبيوتر، يعني مش هتدوس زرار تفتحه وتقفله، وبرضو الحاجات دي بتاخد وقت. فلو هو بيقول لك 3 ساعات هو بيديك افريج، يعني هم في الثلاث ساعات دول ده هيبقى احسن لك. انا هقفل الفيديو على كده. اتمنى اكون وصلت المعلومه صح، اتمنى اكون وصلت الفرق واهميه الكالوريز، وليه زي ما هم بيقولوا كالوريز ار كينج في الاخر. فانت لو ظبطت دي كل حاجه تانية هتتظبط. فهمت فكره الماكروز، فهمت اهميتها، فهمت ايه بنحتاجه ليه، وليه ما يستحسن ما تشيلش نوع خالص من حياتك. اتمنى تكون برضو فهمت ايه اهميه المواعيد، ليه مثلا بتوع الصيام المتقطع او الناس اللي ما بتاكلش بالليل هم مش بيعملوا حاجه مميزه او مختلفه، هو بس عشان بياكل ال2000 بتوعه في عدد ساعات معين، فبالليل مثلا بيبقى مش جعان كده يعني. اتمنى تكون فهمت الفكره دي، وان مفيش حاجه مميزه في مواعيد الاكل او سحريه بتحصل، هم لا يزالوا في الاخر ال2000 كالوري بتوعك. انا هقفل الفيديو على كده. لو عندك اسئله سبيسيفيك للكيس بتاعتك، او مثلا عايز تعرف طب انا بقى جسمي انا دلوقتي بحالتي اكل كالوريز قد ايه، اكل بروتين قد ايه، كارب فات مش عارف ايه، حاجتين شوف الفيديوهات القديمه هتلاقيني فيها حاطط ازاي تعمل كده خطوه بخطوه. الحاجه التانية ممكن تدخل تبعت لي على انستجرام، انا عاده برد على الناس هناك اسهل، ونبعت فويس نوتس ونقعد نتحاور انا وانت واسالك كل الاسئله وبس. نقفل الفيديو على كده. لايك، شير، سبسكرايب، اي حاجه سيبها لي تحت في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي.